السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من باب الرواح، المكان اللي كنفتحوا فيه حكايات وقعات في زمان ومكان، وبقى صداها كيرجع مع الليل، كيخلي القلب يحس والعقل يتساءل. قصة اليوم ماشي بحال أي قصة، حكاية فيها الظلم، الصبر والفرج، وفيها عبرة كبيرة. اللي تشبت بالله الله ما يضيعوش. خليو قلوبكم عامرة بذكر الله ونبداو. كان واحد الشاب معروف في الدوار باسم الخياطي، شاب يتيم تربى على القرآن، حافظ لكتاب الله، قلبه طيب وعمره ما آذى شي واحد. منين مات باه الله يرحمه بان الوجه الحقيقي ديال خوتو، الحسد، الطمع والحقد اللي كان مخبي خرج دفعة واحدة. بدلوا الوصية، شوهوا سمعته وطردوه من دار والديه قدام الناس. خرج الخياطي مكسور الخاطر، ولكن ما خرج ناقم، خرج متوكل على الله. مشى عند شيخه اللي قراه القرآن، بكى عنده وشكى حاله. الشيخ حضنه وقال ليه: صبر ولدي، اللي مع الله الله معاه. قبل بالقليل وترك الكثير، وشد الطريق للمدينة باش يبدأ من جديد. في المدينة خدم في كل شيء، باع شراء عطار، حتى عرضوا عليه خدمة سرباي في واحد القهوة اللي كتخدم 24/24 حدا المحطة. الليل كان ثقيل، والقهوة فاش كتخوى كيولي الصمت يخوف. واحد الليلة شتوية، البرد قارس والزنقة خاوية، وقف قدام الباب واحد الراجل كبير في السن، ظهره مقوس وصوته مبحوح. قال ليه: واش نقدر نوقف هنا شوية؟ الخياطي رحب به، ولكن حس براسو بشي حاجة غريبة، ماشي خوف ولكن رهبة. الراجل هضر معاه على الصحراء وسولو على شيخو، شيخ ما يمكنش يعرفو، ومن بعد اختفى، وحتى واحد ما شافو من غير الخياطي. تعاود المشهد مرة تانية وثالثة، حتى واحد الليلة قال ليه الراجل: أنا ماشي بشر بحالك، أنا واحد من الجن المسلمين، ضعيف محتاج رحمة الله، وكنت سبب في ابتلاء كبير قبل سنين. وحكى ليه كيفاش في الماضي كان جني مارد من السمرة، وكيف تدخل الشيخ والخياطي وهو شاب، وكيف الخياطي ترجى الشيخ يطلق سراحه. قال ليه: هذا الرحمة كانت سبب توبتي، وأكد ليه: ما عندنا لا قوة ولا سلطان غير بإذن الله، والقرآن كيحرقنا وذكر الله كيكسرنا. طلب منه غير حاجة وحدة، يمشي يرقي طفل مريض بالقرآن فقط وبنية خالصة لله. الخياطي مشى، قرأ القرآن، دعا، والشفاء جا بإذن الله وحده. ومن بعد ما بقى شاف ذاك الراجل. الخياطي فهم الرسالة، الخير اللي داروا في الماضي رجع ليه نور في المستقبل. ترك خدمة الليل وفتح بلاصة صغيرة للرقية الشرعية بالعلم، بالقرآن، وبالتوحيد الخالص. والعبرة يا أحباب، الجن ما كينفعوش وما كيضروش إلا بإذن الله، واللي يتوكل على الله الله كيكفيه، والرحمة عمرها ما كتضيع. وبهذا نختموا قصتنا. كان معكم باب الرواح، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.